اول ما شفت اللي هي بتعمله ورا المرايه اتصدمت وما بقتش قادره اتحرك من مكاني. استنيت شويه كده لحد ما هديت وطلعت اجري على الباب، بس معرفتش اخرج. اليوم ده اصلا كنت تعبانه فيه جدا، وكنت اساسا رايحه للدكتور مع اخت جوزي، وكلمت جوزي في التليفون قلت له انا تعبانه قوي ومش قادره اتحرك من مكاني، تعالى خدني وديني للدكتور. قال لي لا، ده انا مزنوق جدا في الشغل وبتاع ومش هقدر اخرج دلوقتي، مش قبل 3 4 ساعات. انا هكلم ابويا وهو يتصرف يشوف حد يوديكي. قلت له طيب. فضلت قاعده في شقتي لحد ما لقيت حمايه فعلا بيتصل بيا: البسي يا بنتي وانزلي، اخت جوزك هتاخدك توديكي للدكتور. قلت له طيب الله يخليك، لحسن انا فعلا مش قادره وبتلوى من التعب. رحت لابسه بسرعه ونزلت، خدتني ورحنا واخدين تاكسي ورحنا رايحين للدكتور. اول لما طلعنا لقينا السكرتيره قالت لا، ده الدكتور قدامه ساعتين على ما يجي، خليكوا قاعدين بقى مستنيينه. وانا قاعده هموت من التعب. قلت لها لا، ساعتين ايه، انا مش هقدر افضل قاعده كده ساعتين، انا هروح افرد على السرير لحد ما يبقى جوزي يجي وبعدين هو يبقى يجيبني تاني للدكتور. وخدت اخت جوزي وقلت لها بقول لك ايه، يلا نروح وبعدين بعد الساعتين دول هنرجع انا وجوزي. قالت لي طب خلاص انت حره، هتفضلي بالوجع بتاعك ده؟ قلت لها اه هفضل بالوجع بتاعي. ونزلنا رحنا واخدين تاكس شويه ولقيت موبايل برن، بس ده مش موبايلي، واخت جوزي اصلا ما معهاش تليفون. لقيتها بتطلع الموبايل من الشنطه وبترد عليه بصوت راجل: ايوه انا جايه في الطريق اهو. ولقيتها بتقول لسواق التاكسي على عنوان تاني غير عنوان بيتنا. فبقول لها احنا رايحين فين؟ انا تعبانه وعايزه اروح، انت هتلففينا فين دلوقتي؟ قالت لي مفيش، ثواني بس هشتري طلب وهنمشي على طول. قلت لها طب بس بسرعه عشان انا تعبانه. والشخص اللي كانت بتكلمه ده اتفقت معاه ان احنا رايحين له مسافه السكه، فانا توقعت يعني انه ده هيجيب لها حاجه وهي رايحه تستلمها مثلا او تاخدها منه. المهم رحنا فعلا المكان ده، لقيت اول يعني تاكسي نزلنا عند معرض موبيليا كبير جدا، معرض فخم جدا وبتاع. فقلت لها انا هستناكي هنا، خشي هشوفي هتجيبي ايه وانا قاعده هنا مش قادره اتحرك. قال لي لا مش هينفع، احنا نقعد شويه ومش هينفع نعطل السواق معانا، انزلي بس معايا 10 دقايق وهنمشي على طول. المهم راحت مسنداني ورحنا داخلين المعرض. دخلتني وقعدتني، لقيت واحد كان شكله غريب جدا جاي بيسلم عليها وبيسلم عليها بحراره يعني رهيبه، اكنهم مثلا معرفه سنين. وانا راحت مقعداني وجي يسلم عليا ومين دي ومش مين دي وبتاع. طريقتهم في الكلام ما عجبتنيش وبيضحكوا وقعدوا يهزروا بطريقه سخيفه جدا ومستفزه قوي. فانا قاعده قلت وانا مالي، انا تعبانه وفيا اللي مكفيني، ماليش دعوه، هي حره بقى ايه تعمل اللي تعمله. فعماله انا ايه، يلا انا تعبانه عايزه امشي، يلا شوفي هتخلصي، عايزه امشي يلا خلاص. فهي عماله تزغط فيا تقول لي طب خلاص بقى هنمشي اهو هنمشي اهو، اصبري بس شويه. فضلت قاعده ساكته كده، هو راح واخدها لا تعالي بقى تعالي، واحنا هنفضل مقضينها كده كلام، تعالي بس عايزه اقول لك على حاجه. فانا اساسا هي عارفه ان انا مدروخه ومش مركزه، فراحت واخده بعضها وراح فعلا واخدها من ايديها وراحوا قايمين. طبعا المعرض كله موبيليا ومرايات وبتاع، فانا قاعده وسانده كده على الكنبه اللي انا قاعده عليها وانتبهت كده لقيت مرايه في وشي عكسه اللي في الجايبه اللي في الظهر اللي ورايا كله. فانا ركزت كده، يا نهار اسود، يا لهوي انت بتحببي ايه؟ المفروض ان هي اساسا متجوزه وكانت جايه قاعده عند حماية عشان غضبانه بس كده. ايه اللي بتعمليه ده، ايه ده؟ اتملكت اعصابي كده ورحت مسنده روحي ويعني قربت من الباب، لان احنا اول لما دخلنا من الباب راح قافل الباب اصلا علينا. فانا قلت ايه، انا ماليش دعوه بالقرف اللي بيحصل ده، وكنت حاسه ان انا قرفانه وعايزه ارجع واجيب اللي في بطني من اللي شفته. رحت رايحه عند الباب علشان احاول بقى افتح الباب واخرج، قافل الباب من جوه، ما قدرتش خالص افتح الباب. في اللحظه دي هم حسوا بيا ان انا قمت، فلقيتها جايه جري: انت قمتي ليه، انت قمتي ليه؟ قلت لها انا عايزه امشي دلوقتي حالا. طبعا كانت مرتبكه جدا وعماله تعدل في نفسها وبتاع، ومنظرها ايه رهيب. المهم راح
الراجل ده لا طب خلاص خديها وروحي بقى، ولا روحي وديها للدكتور بدل ما هي عيانه كده وشكلها قرفانه، وخدي الفلوس دي وباديها 200 جنيه. فقلت له اخد منك فلوس بتاع ايه؟ انا فلوس ايه دي؟ انا جوزي مش مخليني عايزه حاجه، وبعدين انت مين انت عشان تديني فلوس؟ حسيت ان انا وانا مش قادره اصلا اتكلم معاه. فقال لي خلاص خلاص يلا اتكلوا على الله اتكلوا على الله، وراحت واخداني ورحنا ماشيين. طبعا انا طول بقى ما احنا ماشيين اصلا انا مش قادره ابص في وشها ولا اعمل حاجه. فلحد ما روحنا البيت ف لقيتها بتبص لي كده وقال ايه يعني منهاره وعايزه تعيط. فانا اكلمها ولا ما اكلمهاش؟ قلت انا ماليش دعوه، ولا اكني ايه، ولا اكني اعرف حاجه ولا اتكلم في حاجه. بس قلت انا لازم انصحها واعمل اللي عليا. طب انا هتكلم مع مين؟ قلت اتكلم مع اختها الاكبر منها، دي برضو ايه هي اقرب يعني اقرب مني، وهي دي الوحيده اللي هتنصحها وتوعيها من غير ما تفضح الدنيا. وفعلا اختها كانت جت في نفس اليوم بالليل. بس طبعا انا روحت حمايه قعدت زعقت وتاخرتوا كده ليه، وفي الاخر بعد التاخير ده كله ما كشفتوش وما عملتوش. قلت له الدكتور لسه قدامه ساعتين وبتاع. المهم حكينا له اللي حصل وقعد زعق فينا جامد، امال لفيته فين ودورته فين وما اعرفش ايه. وطلعت على شقتي ومفيش شويه فعلا وجوزي جه خدني ورحنا رايحين للدكتور. طبعا انا استنيت لحد اما اختها الكبيره جت، ورحت نازله قلت لها تعالي انا عايزاكي في موضوع، ورحت حكي لها كل حاجه. لقيتها دي اكني عادي اكنها سمعت الكلام ده مثلا قبل كده، وبتتعامل معايا وبتسمع الكلام بمنتهى التنحي والبرود ونو رياكشن، يعني ما بتتكلمش ولا اي حاجه خالص، عادي كده يعني مفيش حاجه. طيب خلاص انا هبقى اكلمها. فقلت لها طيب خلاص انتوا حرين بقى مع بعض، انا ايه خلصت ذمتي كده وخلاص انتوا حرين. قعدنا على قد ما قعدنا ورحنا ايه، قلت اطلع بقى اخد الدوايه وانام. وانا طالعه على السلم لقيتهم هما الاتنين واقفين قدام باب الشقه، ومش يعني مش واخدين بالهم من حد خارج ولا حد داخل ولا حد طالع ولا حد نزل ولا اي حاجه. وبتقول لها هاتي ال 200 جنيه اللي الراجل اداهم لك عشان تديهم لمرات اخوكي، انت هتاكليهم عليها ولا ايه؟ وبعدين هاتي كمان نصيب انا كمان. فانا يعني انا كنت خارجه من باب الشقه كده اللي هو رجعت، فالباب عمل صوت فحسوا بيا، فاللي هو ايه اللي انا سمعت كل حاجه. فطبعا في الوقت ده انا فهمت ان اختها اصلا عارفه البلاوي اللي هي بتعملها، وهي كمان بتعمل معاها وبيقسموا مع بعض. فقلت يا نهار اسود، ايه اللي انتوا بتهببوه في ايه اللي بتعملوه انتوا الاتنين ده؟ المهم رحت قلت لهم طبعا انا طالعه عشان انا تعبانه، ورحت سايباهم وطلعت، وعملت نفسي طبعا عبيطه. مفيش مسافه ما طلعت لقيت الباب بتاع الشقه بيخبط، هما الاتنين لقيتهم داخلين عليا كده وعاملين اللي فيها يعني زي الفتوات. اللي انت سمعتيه وشفتيه وكل اللي حصل ده تعملي نفسك ولا تعرفيه، عشان يا حلوة لو فكرتي بس انك تفتحي بقك وتتكلمي احنا اللي هنقول ان ده حصل معاكي انت، وليلتك انت اللي هتبقى سود، ومحدش هيصدقك، ولو اتكلمتي هيصدقونا احنا. فهتلمي الدور كده وايه واكنك ما شفتيش ولا سمعتي اي حاجه ولا اكنك عرفتي حاجه، تسكتي خالص، والا بقى انت هيحصل لك مش هيحصل لك طيب، هتخرجي بفضيحه وهتتطلقي وهيبقى فيلم كبير قوي وانتي مش قده. انا طبعا سمعت الكلمتين دول راحوا واخدين بعضهم وراحوا نازلين بعد التهديد بتاعهم ده. انا حسيت ان الدنيا بتلف بيا، يعني انا جهزتي ان انا بنصحكم، بعدين ده يعني انتوا الاتنين متجوزين اصلا، ايه اللي بتعملوه ده؟ وبتاخدوا فلوس ايه القرف اللي بتهببوه ده؟ انا دلوقتي مش عارفه اعمل يعني طب بفكر اقول لجوزي، خايفه ان هما فعلا يكذبوني او يتبلوا عليا باي حاجه باي حاجه تانية، لان هما اتنين وانا واحده، يعني اي حاجه لو هما اتكتروا على هما الاتنين قالوها هيبقوا هما اللي صادقين وانا اللي كدابه. وفي نفس الوقت خايفه من الفضايح،
وخايفة على جوزي محترم ومتدين وسمعته كويسة، وهم كلهم حلوين، لكن الاتنين جوز الشياطين دول انا معرفش هم بيعملوا كده ليه. دلوقتي هين عليا اقول لجوزي ومش هين عليا اسكت، لان السكت عن الحق شيطان، ومش عارفه اتصرف ازاي. خايفه على نفسي وخايفه على بيتي، وفي نفس الوقت خايفه احكي لجوزي ولا اقول له محدش يصدقني، وخايفه ومش عايزه اسكت، وانا عارفه ان في مصيبه زي دي بتحصل في البيت. اعمل ايه واتصرف ازاي؟ انا معاكي ان اللي ساكت عن الحق شيطان اخرس، معاكي، بس بعيد عن ان انا اجيب لنفسي اذيه، او ان هما فعلا يتبلوا عليكي ويأذوكي انتي. ف معرفش، طبعا في ناس اكيد هتقولي لا ما ينفعش تسكت، بس سترهم اكيد هيتفضح في يوم من الايام، وهو ربنا بيستر 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 وهيتفضحوا. فمالكيش دعوه، اخرجي فعلا بره الموضوع خالص، لان هم قادرين ان هم يعني يتبلوا عليكي انت. فاعملي نفسك عبيطه ولا شفتي ولا سمعتي وتجنبيهم. يعني لو تقدري ما تخرجيش معاهم اصلا، ما تخرجيش خالص، خلي معاملتك معاهم يعني سطحيه جدا، وهم ربنا كفيل ان هم يتفتحوا في يوم من الايام لو هم ما سطروش بقى على نفسهم وتابوا ويراجعوا عن الطريق اللي هم فيه ده. بس انت بتتكلميش ولا تحكي لجوزك ولا لحماكي ولا لاي حد خالص. يعني انت صعبان عليكي، بس ما انت هتأذي نفسك، انت اللي هتتأذي. فليه؟ لا خالص، ولا اكنك شفتي ولا سمعتي اي حاجه خالص. ربنا بقى كفيل بيهم، يفضحهم وقت ما هو رايد. ده رأيي. اللي شايف رأي تاني يا جماعه تتعامل مع القرف اللي هم بيهببوه ده ازاي، لان هي مش قادره تسكت، وحاسه ان هي من جواها قلبها يعني واجعها، يقول لها تتصرف ازاي. ده رأيي بصراحه. معرفش حد ليه رأي تاني، هل ما رأي مخالف او ايا كان، يعني نحاول نساعدها بحيث ان هي ما تأذيش نفسها. يعني هيبقى الحل ان هي تبقى بعيدة عن الأذية، محدش يقدر يمسك عليها حاجة، او محدش يقول ان هي اللي بتعمل كده خالص. ده رأيي في حلقة النهاردة. اللي ليه رأي تاني يكتبه لنا في الكومنتات. خلصت حلقتي، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لنا رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبة. باي باي.